جدل كبير حصل بعد الموافقة المبدئية في مجلس النواب على إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، والانتقادات تحديدا كانت في نص المادة 15، والمادة دي بتنص على إن القانون من حقه تأسيس شركات لبيع وشراء وإيجار واستئجار من أصوله الثابتة، والأصول الثابتة بتعني أصول الصندوق اللي هو التابع لهيئة قناة السويس، مش قناة السويس نفسها. الصندوق هو دوره باختصار بيستثمر أمواله، بمعنى إن الجزء الفائض من إيرادات قناة السويس هتروح للصندوق علشان يستخدمها في المشروعات الاستثمارية وكمان التمويلية وكمان مشروعات تانية زي إنتاج الوقود الأخضر. كمان ده بيمكن قناة السويس من مجابهة أي أزمات أو سوء في الأحوال الاقتصادية، وده هيكون بالظبط زي الصندوق التابع لوزارة الإسكان اللي اتفعل من سنين وقدر يصرف على المجتمعات العمرانية الجديدة وتطوير العشوائيات. رئيس مجلس النواب اعتبر إن القانون أمر طبيعي وبيتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، وده طبعا ما بيمسش قناة السويس بشكل مباشر أو غير مباشر، وده بيتماشى مع المادة 43 من الدستور المصري اللي بتنص على حماية وتنمية قناة السويس باعتبارها ممر مائي دولي مملوك لينا.